فقال لي هطلع النهارده. قلت له انا قابلت مجموعه الشباب اللي انا ارى ان قالها لك ازاي هطلع النهارده؟ يعني كان متضايق منك بقى، خنقته شويه خنقته شويه كل شويه تكلمه تقول له اتخنق. فقلت له انا قابلت مجموعه الشباب ورايي ان سيادتك تقابلهم، ولو قابلتهم واستمعت اليهم وجهه نظرك اللي بتيجي من التقارير هتختلف. وانا بؤكد لك انهم ناس مهذبين وما بيخرجوش عن القواعد ولا اللياقه في الكلام، ولهم وجهه نظر تستحق الاستماع. ماذا قال؟ قال لي لا مفيش وقت، وعلى العموم انا النهارده هطلع اقول خطابي. قلت له انا بؤكد لسيادتك مره اخرى ان محور الخطاب وقلبه هو ان الناس تقتنع ان سيادتك ماشي، لان هو لو مش مقتنعين مش هيتحقق الهدف. واذا كان الهدف هو ان احنا نمنع الاحتقان ان يتطور الى مواجهات، وان احنا ننقل البلد ونحقق اهداف كلنا متفقين عليها في اطار من الشرعيه، ارى ان يكون قلب الخطاب هو التنحي. طيب بصراحه جمال مبارك واحمد عز كان لهم دور في اعادته مره اخرى لنقطه الصفر بعد ما تحاول تقنعه كل مره؟ لا، احمد عز ما كانش موجود خالص. جمال زكريا عزمي انس الفقي مين كان بيخش يقول معرفش، لكن اللي كانوا امام عيني ايوه كانوا جمال وزكريا وصفوت الشريف وانس احيانا. لكن مين بيخش يقول ايه؟ انا مش طرف. هم الاربعه دول انا مش طرف. اوكي، لا استطيع ان اقول ما لم اسمعه باذني، وانا مش طالب من حضرتك ده. حضرتك كانت سوزان مبارك موجوده في هذا المشهد؟ على الاطلاق لا خالص. طيب ضميرك عايز يقول حاجه، ممكن؟ اتفضل. شكرا. فاكر لما كلمت سوزان مبارك وردت عليك بطريقة غير مناسبة وكلمتك بعجرفة وقالت لك في وسط المكالمة رسالتك وصلت يا دكتور وكل اللي انت قلته مطروح على الترابيزة؟ ده أثناء الثورة حصل يا دكتور؟ أنا فعلا عملت يوم السبت التالي ل 25 يناير في محاولة مني مرة أخرى، اللي هو 29 يناير بعد جمعة الغضب. اتفضل. وخوف على بلدي، حاولت أكلم الرئيس، ما كنتش لسه أمين بقى عام ولا كان حد نادالي، فما وصلتش. حاولت أكلم الجمال ما وصلنيش، فطلبتها. قلت لهم وصلوني بيها، فقالوا لي الاوبريتور قال لي هي هتكلمك بعد شويه، كلمتني. قلت لها انا لا حق لي في القول لاني ماليش وضع غير ان انا مواطن مصري، وانا بقول لك تبلغي مره اخرى ان دائره المستشارين اللي زي ما قلت في بدايه حديثي اللي بتوصل الوضع اللي موجود على الارض لوضع محرج بهذا الشكل لا يمكن انها تخرج الرئيس. وانا وجهه نظري ان لا يصح ان احنا، وما زال لا يصح ان احنا نحط القوات المسلحه في مواجهه مع الشعب، لان القوات المسلحه ستظل الحامي للشعب دائما. كانت القوات المسلحه نزلت قبلها بليله. وانا وجهه نظري ان انسحاب الشرطه بهذا الشكل اقصى من هزيمه 67، لان هزيمه 67 وانسحاب الجيش كان امام عدو، لكن الشرطه بتنسحب امام صديق. الناس ما كانتش عايزه غير حاجات طبيعيه، حاجات، فلا يوجد داعي لا للمواجهه ولا للعنف. فانا رايي، وما زال ما كانتش لسه الحكومه اتكونت، حكومه شفيق ما كانتش اعلنت. ما كانتش اعلنت. قلت لها انا رايي ان 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 الرئيس في اللحظه دي يعلن تنحيه، وان تغيروا دائرة المستشارين، وان احنا نحمي الثورة مش نبقى ضدها. فقالت لي كل الكلام اللي انت بتقوله امامنا، ما ردتش بعجرفة غير حقيقي، ردت بمنتهى الذوق وشكرتني وقفلت السكة. لكن يعني الحديث الفحوى كما يقول الضمير، لكن لا الحقيقة ما كانش فيه لا عجرفة ولا غير كلام مش صحيح. دكتور حسام بدراوي، سؤال أخير، وأنت كنت في الدائرة القريبة جدا داخل الحزب الوطني،
وكنت محسوب على التيار الإصلاحي أو كنت دايما معارض لحاجات كتير جدا بصراحة شديدة جدا عشان ترضي ضميرك. في نهاية الحلقة بالفعل كان جمال مبارك بيجهز لرئاسة مصر؟ كل الشواهد تقول كده، لكن أنا بقول لك أنا كحسام بدراوي عمر ما حصل حديث معايا موجها ليا في هذا الإطار. أنا كشخص أنا كمواطن بشوف بعيني أيوة إن كان في تجهيز. الرئيس قال لي اوعى تصدق إن أنا كنت بجهزه للحكم، ما أنا لأن أنا واجهته برضه في الجلسة أثناء الثورة في الحديث اللي دار بيني وبينه. قال لي يا ابني وبيساعدني. قلت له بس ده انطباع لدى الناس ان ده عدى الحدود، وكان مهم ان سيادتك تحط خط فاصل. بس اللي حواليه كانوا بيعاملوه ازاي؟ باعتباره ايه؟ لا ما يعني اذا عايز تطلع مني كلام انه بيعاملوه باعتباره رئيس ومش رئيس، لا هو برضو عشان اكون حقاني انا ما شفتش تصرف امامك مع اي حد في اكتر من الادب والذوق والاحترام للاخرين. ده امامي. علشان كده في نهاية الحلقة ضميرك مستريح تماما. لكن الحاجة اللي احب الناس تعرفها، السياسيين في المستقبل كل واحد له دور في وقت معين. انا كانت وجهة نظري الرغبة في التغيير من الداخل. آخرين كانوا يروا الرغبة في التغيير من المعارضة. لا أنا ولا هم ولا أنت كنا نحلم باللي حصل ولا نتصوره، والصورة ما تكتملش غير بكل الأطراف مش لون واحد. أنت الدكتور حسام بدراوي في إجابة سريعة جدا، وبعد قد ايه هيطلع كتاب يحكي لنا فيها كل التفاصيل دي اللي كشف جزء كبير من أسرارها دلوقتي؟ لما يحين الوقت. دكتور حسام بدراوي، كل سنة وانت طيب، شرفتني ونورتني.